مؤخرا خرجت تسريبات في الصحافة الفرنسية كتقول بأن الجزائر عندها رغبة كبيرة للحوار وتخفيض حدة النزاع مع المغرب. ولكن لو نشوفوا الأمور بمنطقية، المغرب قدم دعوة واضحة للحوار، دعوة محترمة مباشرة، وهدفها طي الخلاف وفتح صفحة جديدة. ولكن الجزائر كيف العادة دخلت في مرحلة تحليل الموقف، مرحلة اللي كتجبد بزاف، بحكم أنهم خاصهم يسمعوا الرأي كل جناح حتى اللي ما عنده جناح. مصادر فرنسية قالت أن بعض الجهات في الجزائر مستعدة تناقش وتسمع، ولكن بلا ما نتفاجئوا، كاين داك الجناح اللي ديما تيدير حجرة في الصباط، الجناح العسكري اللي ولاءهم لشندريحة، معترضين على أي محاولة للنقاش أو تقارب. المشكل ماشي في الدعوة، المشكل في التوقيت. المغرب كيكسب أرضية دبلوماسية، والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي غدا وكتكبر، ولكن الجزائر طاحت في واحد الحسابات جد معقدة. واش تجاوب؟ واش تسكت؟ ولا تجاوب وتقول غنجاوب ولكن ما تجاوبش؟ حتى وزير الخارجية عطاف خرج وقال لك حنا مستعدين لأي وساطة. السؤال المطروح، وساطة بين شكون وشكون؟ والمغرب أصلا صيفط لكم دعوة مباشرة ما فيها لا وسطاء ولا سماسرية. المهم، الحقيقة اللي كتبان اليوم هي أن المغرب كيتحرك بكل ثقة، والجزائر كترد بالتردد ديالها المعهود. وبين الجدية ديال الدبلوماسية المغربية والسخرية ديال تناقضات الجيران كتبان الصورة كاملة. طرف كيبني والطرف كيسول شكون يسول قبل ما يجاوب. ما نديوش عليهم، هما ديما عايشين في النكات.